السلام عليكم. معاكم ام محمد من مطبخ ست البيت. هعمل معاكم النهارده كريب بدون بيض ولا حليب. هنعمله بميه بس، هنعجنه بميه ولبن نيدو. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. جبنا كيلو دقيق وهنحط عليه معلقتين كبار لبن نيدو ونص معلقه ملح ونقلبه. نحط معانا معلقتين زيت عشان ما يلزقش مننا في الطاسه، ونعجن بالميه. نعجن لغايه ما يتكون معانا العجينه بتاعت الكريب. ده لتر ميه، ونشوف لو احتاج تاني الكيلو دقيق ميه هنحط ميه تاني. ونقلب لغايه ما تتكون معانا عجينه الكريب. السلام عليكم. رجعنا لكم بعد ما عملنا عجينه الكريب اهي زي ما انتم شايفينها، زي عجينه القطايف اهي او لقمه القاضي. وقلبناها كويس عشان مش يبقى فيها تكتلات ولا دقيق اهي معاكم زي ما انتم شايفينها اهي. وهنحط في الطاسه دهناها زيت، اول واحده بس اللي بندهنها زيت لان احنا حاطين زيت في العجينه. فطبعا معانا لتر ونص ميه عشان كيلو، لتر ونص ميه ومعلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار لبن نيدو، وعجناهم زي ما احنا شايفين كده. طبعا ايه مش ضروري تعملي الكميه كلها لان انا بعمل كميه كبيره كده لان بحط في الفريزر. اما انت ممكن تعملي 3 كوبايات بس كفايه او نص كيلو دقيق. هنحط في الطاسه اهو. نعمل اول واحده قدامنا كده. لغايه ما يستوي. قدامكم اهو بيبدأ يستوي اهو. اهو اول كريبايه معانا اهي، قلبناها بسهوله على الوش التاني. وطبعا سمك الكريب زي ما انت بتحبي، لو بتحبيه سمكه بيبقى تخين شويه بتكتري العجينه، سمكه رفيع فبتقللي العجينه وانت حطاها. اول واحده معانا اهي طلعت بسهوله زي الكريب بتاع بره بالظبط، بدون بيض ولا حليب، معلقتين لبن بودره بس ودقيق. احلى كريب وانضف كريب احسن من بتاع بره اهو. ونشوف الوش التاني لما نلاقيه استوى اهو معانا جميل اهو، مش لازق ولا اي حاجه. وهنشيله معانا اهو. قدامنا جميل اهو. وهنعمل الكميه بقى كلها زي ما انتم شايفين. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه وبعينه في الفريزر وبطلع منه وبعمل منه لاولادي. انتوا لو حبيتوا تعملوا اعملوا برضو في نفس الكميه، حبيتوا تقللوا ممكن نص كيلو دقيق. وهنعمل كل الكميه ونوريه لكم في الاخر شكله ايه. عملنا الكريب كله اهو اهو، شكله جميل جدا مش لازق في بعض ولا حاجه. وهنعمل لكم واحد نحشي قدامكم ونشوف. هنحط جبنه رومي او اي حشو طبعا موجوده عندك في البيت، جبنه رومي، لحمه مفرومه، اي حاجه عندك احشيها، او جبنه موتزاريلا. المتاح عندنا بس جبنه رومي، فهنعمله بالجبنه الرومي. ونحط قطع فلفل وزيتون، وطبعا نحط كاتشب عليه. الكاتشب ده انا اللي عاملاه وانزل لكم طريقته في فيديو تاني. احلى كاتشب اهو زي ما انتم شايفين. وهنطبقه اهو
ونقدمه في الطباق، ويبقى احلى كريب من عمايل ايدينا، وكاتشب من عمايل ايدينا، وكل حاجه نضيفه عندنا من البيت، ومنشتريش حاجه من بره.